السلام عليكم. طائرة مسيرة تستهدف أكبر سفن أسطول الصمود بسواحل تونس. تعرض القارب الرئيسي ضمن أسطول الصمود المتجه نحو غزة لهجوم بطائرة مسيرة أدى إلى اندلاع حريق على متنه قرب سواحل تونس. السيول تشل طرق جهة درعا وتعثر مشاريع القناطر. تسببت التساقطات المطرية التي عرفتها جهة درعا انقطاع عدد من محاور الطرقات الحيوية من بينها الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين العديد من المناطق على مستوى الطريق الوطني رقم 9. مخالفات لوحات السير الدولي تثير الجدل. أثار إعلان بعض السائقين عن تحرير مصالح الدرك الملكي لمخالفات بحقهم بسبب صفائح التسجيل الدولي على مركباتهم الخاصة جدلا واسعا على مواقع التواصل، خاصة أن وزارة النقل قررت السماح لجميع السائقين باستعمال صفيحة التسجيل الخاص بالسير الدولي خلال السير والجولان داخل التراب الوطني. وكالة الأطلس الكبير تطلق صفقة ب400 مليون لمواكبة مشاريع إعمار مناطق الزلازل. أعلنت وكالة تنمية الأطلس الكبير عن إطلاق صفقة جديدة في مجال التواصل والإعلام بتكلفة تقديرية تبلغ 3,991,680 درهم، أي ما يعادل قرابة 400 مليون سنتين، وذلك في إطار سعي الوكالة لتقوية حضورها المؤسساتي وضمان مواكبة إعلامية شاملة لبرامج إعادة الإعمار. الاشتراكي الموحد يطالب بمراجعة تمويل الأحزاب وإلغاء الوسائل الإدارية على الانتخابات. وجه الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد انتقادات إلى الطريقة التي تدار بها العملية الانتخابية في المغرب منذ الاستقلال، وأكد إنها لم تتغير منذ 65 عاما.